أهلا يا برج الميزان. شهر مايو 2025 جايلك مليان بتحديات وحلول جديدة هتخليك تبدأ فصول جديدة في حياتك. الشهر ده عندك فرص كبيرة في مجالات مختلفة، سواء كانت عاطفية مهنية أو حتى في التعامل مع الناس. هتحس بإنك جاهز لتغيير بعض الأفكار القديمة والتوسع في تجارب جديدة. الميزان، الشهر ده هيكون عن التوازن والاختيارات الصح، عشان لو ركزت على حاجات مهمة ليك هتقدر تحقق نجاحات ملموسة. في بعض الأيام هتحس إن الدنيا بتضغط عليك شوية، بس لو استثمرت في العلاقات الكويسة وخدت قرارات مدروسة هتتغلب على التحديات. يلا بينا نتعرف على تأثيرات الكواكب والتوقعات الأسبوعية والعاطفية، وهنشوف كمان أيام الحظ ليك إيه، عشان نكون مستعدين لشهر مايو مع بعض. يلا بينا نبدأ. شهر مايو 2025 يا ميزان هيكون مليان بتحولات فلكية هتأثر على حياتك بشكل كبير. الكواكب هتجيب لك فرص جديدة، لكن كمان هتواجه بعض التحديات اللي هتحتاج منك تركيز وحكمة. الزهرة في برج الجوزاء، الزهرة كوكب الحب والجمال، هتكون في برج الجوزاء لمدة طويلة في مايو. ده هيدي فرص جديدة للعلاقات الاجتماعية والعاطفية. هتحس إنك أكتر انفتاح على العالم حواليك، وهتكون جذاب أكتر للآخرين، خاصة في الأيام الأولى من الشهر. وجود المريخ كمان في برج السرطان ده هيدفعك للعمل بشكل أكتر عاطفية وحماسة، بس لازم تخلي بالك من التسرع أو ردود الأفعال المتسرعة في مواقف معينة. الشهر ده عايز منك شوية صبر على المدى الطويل. الشمس كمان في برج الثور، دي بتدعمك عشان تحقق الاستقرار المالي والشخصي، لكن برضو لازم تكون حريص في قراراتك المتعلقة بالمال والعلاقات. حظك في الأيام دي هيكون مبني على اختياراتك الكويسة ومدى قدرتك على الثبات في المواقف الصعبة. أما زحل فهو في برج الدلو، ده هيدفعك لإعادة ترتيب أولوياتك الشخصية والمهنية، وهتكون مجبر على مواجهة الحقيقة والتخلص من العوائق اللي كانت بتعطل تقدمك. دي فرصة ممتازة يا ميزان عشان تبني لنفسك أساس أقوى في المستقبل. الشهر ده هيكون مليان طاقة فلكية بتدفعك للانطلاق، لكن برضه هتحتاج منك شوية تروي في القرارات وتوازن بين العاطفة والعقل. دلوقتي يا ميزان هنتكلم عن التوقعات الأسبوعية. الأسبوع الأول هيبدأ بشوية تحديات، خصوصا على الصعيد الشخصي. هتحس بحاجة من الضغط في العمل أو مع الناس اللي حواليك، لكن هتبدأ تلاحظ كل ده بيخلص لو أخدت خطوة لورا وفكرت بعقلانية. الزهرة هتكون في برج الجوزاء، فده هيساعدك تعيد تقييم علاقاتك مع اللي حواليك. خلي بالك من التسرع في اتخاذ القرارات العاطفية، وحاول تكون هادي. الأسبوع التاني هيكون أفضل من الأول، خصوصا في التفاعلات الاجتماعية والعلاقات. هتحصل على فرص جديدة إنك تتقرب من شخص كنت بعيد عنه، أو تحسن علاقاتك العاطفية. من الناحية المهنية ممكن تواجه بعض التحديات، لكن الحلول هتكون في متناول إيدك لو كنت هادي ومرن. كمان الطموح عندك هيزيد في الشغل، فاستغل الفرص اللي هتظهر قدامك يا ميزان. أما الأسبوع التالت فجايبلك تغيرات كبيرة. لو عندك علاقة عاطفية أو شراكة مهنية كانت في مرحلة ركود، هتلاحظ إن في تطور إيجابي. هتكون قادر على التواصل بشكل أفضل مع الناس اللي حواليك في الأيام دي. لازم تكون حذر جدا في قراراتك المالية، لأن في فرص للنجاح، لكن كمان في بعض المخاطر. أما الأسبوع الرابع والأخير فهينتهي بأجواء هادية، لكن مش بالمعنى. هتبدأ تحس إنك بتدخل مرحلة جديدة من حياتك، خصوصا في اللي بيخص العمل والمال. هتقدر تحقق توازن بين الجوانب المختلفة في حياتك، ولكن لازم تركز على أولويات عاطفيا. هتحس بالارتياح في علاقاتك مع شريك حياتك لو كنت قررت إنهاء بعض التوترات. باختصار كده، الأسبوع ده هيكون فيه تغيرات مستمرة، بس لما تكون هادي ومتزن هتقدر يا ميزان تحقق اللي انت عايزه. أما التوقعات المهنية ففي شهر مايو 2025 الأمور المهنية هنا هتكون متقلبة شوية لبرجك يا ميزان. هتحس أوقات إنك مش قادر تحقق التوازن بين شغلك وحياتك الشخصية، لكن هتكون قادر على تغيير ده لو ركزت أكتر في مهامك وحاولت تبعد عن أي ضغوط. الزهرة هتأثر عليك في النص الأول من الشهر،
فده هيساعدك على التواصل بشكل أفضل مع زمايلك ورؤسائك في العمل. ممكن تلاحظ اهتمام من مديرك في شغلك، وبالتالي هتكون في فرص ترقية أو تغيرات إيجابية في مجال عملك. يا ميزان، حاول تركز على شغلك أكتر في النص الأول من الشهر عشان تقدر تحصد الثمار في النص التاني. أما بالنسبة للمال فهتواجه فرص وتحديات. هتبدأ الشهر ده بحاجة من الضغوط المالية، لكن هتكون قادر على تنظيم ميزانيتك بشكل أفضل مع مرور الأيام. لو كنت بتفكر في استثمار أو مشروع جديد، الشهر ده مناسب إنك تعمل خطط مالية واضحة، لكن لازم تخلي بالك من التسرع في اتخاذ قرارات مالية كبيرة من غير دراسة دقيقة. بعض الفرص الجديدة ممكن تظهر ليك في النص التاني من الشهر، ولكن يفضل إنك تاخد وقتك قبل ما تاخد أي خطوة مهمة. يا ميزان، خليك حذر في القرارات المالية، خصوصا لو في استثمارات جديدة، فالأفضل إنك تستشير حد متخصص قبل ما تاخد أي خطوة مالية كبيرة. أما التوقعات العاطفية فشهر مايو 2025 هيكون مليان بتقلبات عاطفية لبرج الميزان. هتحس إنك متشتت شوية بين مشاعر متناقضة. في البداية هتواجه تحديات صغيرة في علاقاتك العاطفية، خصوصا مع شريك حياتك لو في سوء تفاهم أو بعد عن بعض. لكن مع تقدم الشهر هتبدأ الأمور تهدى وتظهر فرص إن العلاقات دي تتصلح وتقويها. لو انت بقى في علاقة، في فرصة كبيرة لتوضيح المواقف والحديث عن المشاعر بشكل صريح. هتكون أكتر قدرة على فهم شريكك، وبالتالي ده هيساعدك على تقوية العلاقة ما بينكم. بعض المواقف هتحتاج منك مرونة وتفاهم أكتر عشان تتجنب الخلافات دي. أما لو في تباعد في العلاقة فالفترة دي هتكون فرصة لفتح صفحة جديدة مع وضع حدود واضحة ومحترمة لكل طرف. أما لو أنت مش مرتبط، فمايو هيوفر لك يا ميزان فرص جديدة للتعرف على أشخاص مميزين. لو قدرت تسيطر على ترددك أو خوفك من الارتباط هتقدر تشوف فرصة حقيقية لبداية علاقة جديدة. لكن خلي بالك من الناس اللي مش بتدعم أفكارك أو مش في نفس توجهاتك. حاول تبقى صريح في الأول عشان ما تلقاش نفسك في علاقة مش هتكون متوافقة معاك. يا ميزان، مارس الهدوء والصبر. حاول تحل أي نزاعات صغيرة مع شريك حياتك بحكمة، وافتكر الفهم المتبادل هو أساس العلاقة الناجحة. الشهر ده هيكون عايز منك شوية جهد عاطفي عشان تحافظ على الاستقرار في حياتك العاطفية، سواء كنت مرتبط أو لسه بتدور على الشخص المناسب. ودلوقتي هقولك على الأيام الأكتر حظ لبرجك يا ميزان. معانا 3 و4 مايو. الأيام دي هتكون مليانة بتطورات إيجابية في حياتك الشخصية والعاطفية، وهتحس بتوازن داخلي قوي، وده هيساعدك في اتخاذ قرارات مهمة سواء في شغلك أو في علاقاتك. كمان معانا 12 مايو، يوم مليان بالفرص المهنية والمالية. لو عندك اجتماعات مهمة أو نقاشات عمل فهتكون الفرصة مثالية لتحقيق تقدم أو توقيع اتفاقيات جديدة. كمان معانا 17 و18 مايو. الفترة دي يا ميزان هتكون رائعة للعلاقات العاطفية، وهتحصل على فرصة لتوضيح بعض المواقف مع شريك حياتك أو حتى إحداث تغيرات إيجابية في حياتك العاطفية. لو كنت عايز تبدأ علاقة جديدة ده وقت مناسب إنك تفتح قلبك وتتواصل بصراحة. أما الأيام الأقل حظ فمعانا 7 و8 مايو. الأيام دي هتحس ببعض التوترات في علاقاتك الشخصية. حاول تتجنب المواجهات الحادة أو التسرع في اتخاذ قرارات عاطفية، وخلي بالك من سوء الفهم اللي ممكن يحصل في التواصل مع الآخرين. معانا كمان 15 مايو. ده يوم محتاج منك الحذر في التعامل مع المسؤوليات والقرارات المالية. حاول تتجنب المبالغة في الإنفاق أو الارتجال في أي خطوة مالية. وأخيرا معانا 22 مايو. يوم فيه طاقة سلبية هتحس بيها خصوصا في حياتك الاجتماعية. خلي بالك يا ميزان من التقلبات في المزاج، وحاول تحافظ على هدوءك وتفادى المواجهات مع الأشخاص اللي انت بتحس انهم مش بيفهموك بشكل كويس. يا ميزان، استغل الأيام الكويسة لأقصى استفادة وتجنب المواقف المتوترة بقدر الإمكان في الأيام الأقل حظ. وبكده تكون خلصت حلقتنا. كان معانا في حلقة النهاردة عن توقعات برج الميزان لشهر مايو 2025. الشهر ده مليان فرص وتحديات، لكن لو عرفت تستغل التوقيت الصح هتحقق نجاحات كبيرة سواء في حياتك المهنية أو العاطفية. حاول تكون هادي في الأيام اللي فيها توترات، واوعى يا ميزان تستعجل في اتخاذ قرارات كبيرة.
في النهاية شهر مايو ده ليك يا ميزان، والفترة الجاية هتكون مليانة بالنمو وتطورات لو ركزت في أهدافك. استمتع بالشهر وما تنساش تتابعنا عشان تفضل على اطلاع بكل جديد عن توقعات الأبراج. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشاركه مع أصحابك وتعمل لايك، وإن شاء الله دايما مع بعض في نجم وبرج. باي باي يا أحلى نجوم.